نكرهش اليهود ولا نكره المسلمين على فكرة. امال بتكره مين بقى ان شاء الله؟ المسيحيين ولا ايه؟ اليهود ما صلبوش المسيح، ده كلمة غير صحيحة. لا والله، امال مين اللي صلبوا بقى؟ المسلمين. مش هينفع تلبسوها لنا، دي الحاجة الوحيدة اللي اليهود مش عارفين يلبسوها لنا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كانش لسه اتخلق، ده 600 سنة قبل ما يتولد. مجموعة من اليهود صلبت المسيح. شفت بقى؟ قال لك مش اليهود اللي صلبوا المسيح، مجموعة من اليهود صلبوا المسيح. انت يعني كنت عايز اليهود كلهم بتوع العالم كلهم يتجمعوا عشان يصلبوا لك المسيح؟ فكده يبقى اليهود هم اللي صلبوا المسيح. ليه؟ لأنه لو قلنا اليهود كلهم صلبوا المسيح، ما هو المسيح كان يهودي يا عم تنيل انت واليهود، هو ما اتصلبش اصلا. وتلاميذه يهود المسيح يهودي وتلاميذه يهود، طب انت مسيحي ليه؟ والكنيسة الأولى في أورشليم كلها يهود. اللي بتطلع نور دي اللي مفاتيحها مش معاكوا، ده الأم ماجي خرام بتعايركوا بالموضوع ده، بتقول لكم كنيستكوا مفتاحها مش معاكوا. فإذا إيه اليهود يعني صلبوا المسيح؟ ايه؟ فإذا إيه اليهود يعني صلبوا المسيح؟ لا ما فيهاش حاجة، عادي. يعني ايه يعني؟ المسيح خلق شوية يهود، مش المسيح ده الإله اللي بيخلق، هو خلق بقى شوية يهود، فاليهود دول اتكتروا عليه وراحوا رنينه علقة وصلبوه، صح كده؟ اوه. الأمر الآخر، الأولاد دلوقتي إيه ذنبهم يحملوا ذنب الآباء اللي حصل من 2000 سنة يعني؟ ايه ذنبهم صحيح؟ طب بالنسبة لليهود اللي هم كل ما يشوفوا خلقة اي واحد مسيحي يروحوا تافين عليها، دول برضو عادي مش ذنبهم؟ مش كلهم؟ طب بالنسبة لمقام اله حضرتك في اورشليم برضو، اللي اليهود رادمينه تفافة، مش ناويين تروحوا تنظفوا التمثال ده؟ إحنا نكرههم إزاي كده؟ لا ما تكرههمش، حبهم، بوسهم من بقهم، بوس اليهود من بقهم. وبعدين المسيح سامح الكل، قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، يا حبيبي يا ابني، هو المسيح سامحهم ولا هو طلب من الأب يسامحهم؟ يعني هو اللي بيسامحهم ولا هو بيطلب من الأب يسامحهم؟ يعني احنا انتهينا من موضوع الكراهية تجاه أي شريحة، تجاه أي عنصر بشري. سامحتوهم؟ ما انتوا بتسامحوا في أي حاجة ما شاء الله.